أسعدتم مساء مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بالعناوين. إدارة إقليم الكشبركة تبحث برامج عام 2024. شركة أسبيكو للإنشاءات تقوم بإصلاح طريق أسمر مصوع. مديرية فرود تشهد تطورا ملموسا في الخدمات التعليمية. الرئيس الكوبي يلتقي مع أمين مجلس الأمن القومي الروسي. بدأت التدريبات العسكرية الموسعة بين كوريا الجنوبية وأمريكا. وتكساس تعلن حالة الكارثة وسط انتشار حرائق الغابات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت إدارة إقليم الكشبركة اجتماعا في مدينة بارونتو يوم 27 من فبراير لمناقشة إنجاح الخطط الموضوعة بتنفيذ برامج التنمية على مستوى الإقليم عامة وهذه السنة خاصة. وأوضح حاكم الإقليم السفير محمود علي الحروي في الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولو الأقسام والفروع والوحدات، أوضح أن الهدف هو تمهيد الأرضية لتنفيذ البرامج الموضوعة حسب الجدول الزمني المحدد وتحديد أوجه القصور وسبل حله، داعيا جميع الجهات لاتباع النهج بناء بتوظيف الموارد البشرية والمالية. وقال السفير محمود إن تقديم خدمات متميزة وتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين هو أحد الأهداف الرئيسية لإدارة الإقليم، ويجب لجميع البرامج وضع الاعتبار لهذه الأهداف والاهتمام لتنفيذ كامل لبرامج هذه السنة. وذكر بأن 73% من موظفي الخدمة المدنية في الإقليم هم من الشباب، وهي ميزة كبيرة في تحقيق تنفيذ البرامج، وحث للعمل للاستفادة الجيدة من هذا الموارد. ودعا السفير محمود علي الحروي جميع المسؤولين على مراقبة تنفيذ البرامج بجدية، وكذا جميع المعلومات المستحدثة وإحالتها إلى السلطات المختصة في أسرع وقت ممكن، موضحا العمل لتوظيف قدرات الأعضاء وتبادل الخبرات. واقترح المشاركون النظر في إنشاء رياض أطفال في المؤسسات الحكومية وتوسيع فرص التعليم المهني والأكاديمي، وحل النواقص التي تعيق تنفيذ برامج التنمية، وإدخال تقييم الموظفين وتحفيزهم، والاهتمام بمسألة توزيع الغاز في بارنتو. تجري أعمال إصلاح وتحديث طريق أسمر مصوع المسفلت. وأوضح المهندس سيوم تخلي من المشرفين على العمل أن البرنامج الذي تنفذه شركة أسبيكو للإنشاءات ابتداء من قندع يسير جيدا، حيث شرع العمل في صيانة الجسور بداية من منطقة ماء طال. من جانبه أوضح المهندس فيليبوس جرماي الذي يقود العمل الجاري من شهر سبتمبر 2023، أوضح توظيف الآليات والقدرات البشرية اللازمة لإنجاز أعمال الصيانة في أقصر وقت. وذكرت عضوة الشركة السيدة ستة صالح أن 15 إلى 18 شاحنة تقوم يوميا بنقل الأسفلت من أسمر إلى مناطق الصيانة، مشيرة إلى أن العمل يساعد لتطوير القدرات واكتساب الخبرات. توظف أكثر من 10 آليات ثقيلة وموارد بشرية كافية في العمل لإصلاح وتحديث طريق أسمر مصوع. أعلن مسؤول مدارس مديرية فورا الأستاذ إسماعيل علي تحقيق نتائج تعليمية مرضية في إعداد الطلاب وانتشار المدارس. وأوضح في الاجتماع الذي عقد في 24 من فبراير بذل الجهود الجادة لإيصال الخدمات التعليمية إلى المناطق النائية، مشيرا إلى صيانة المدارس الخمسة التي دمرتها العواصف في شهر أغسطس 2023، وذلك بتعاون القوات الجوية والبحرية وإدارة إقليم شمال البحر الأحمر. وأفاد التقرير المقدم في الاجتماع نسب النجاح في النصف الأول من العام الدراسي في المراحل التعليمية الثلاث وارتفاع المشاركة في التعليم. وذكر التقرير تنظيم 21 دورة تدريبية للمعلمين بهدف رفع القدرات وتطوير العملية التعليمية.
وطالب المشاركون في الاجتماع على العمل المنسق لتقوية العملية التعليمية وإيجاد حل لانخفاض المشاركة في المرحلة الثانوية. طالب الحد من تسيب المعلمين والعمل الجاد لرفع مشاركة المرأة في التعليم وفتح مدارس ثانوية في ضاحيتي ربربية وعمر قابري. وشدد مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان على دور رياض الأطفال الكبير لرفع قدرات الطلاب، مناديا بذل الجهود لمرور الطلاب عبر رياض الأطفال. وأشاد المدير التنفيذي في إدارة مديرية فور السيد في السهية قبر هواريات في ختام الاجتماع أشاد بمبادرات السكان لتقوية العملية التعليمية عامة والارتقاء بنتائج التعليم خاصة. قام سكان ضاحية سبتمبر في مديرية تسني بدعم المحتاجين في الضاحية بالذرة. وأوضحت مسؤولة الضاحية السيدة لتشيا قبر هوت توزيع 52 كنتال ذرة لنحو 100 أسرة محتاجة. وأوضح أعضاء لجنة الدعم بأن العون جاء لانخفاض الإنتاج الزراعي الناجم عن شح الأمطار في الخريف الماضي. وشكرت الأسر الحاصلة للدعم بالمبادرة. وشهدت مديرية تسنية العام الماضي دعما مماثلا ب103 كنتال. عقد تنظيم الشباب العمال في مديرية ابن حيليم مؤتمره الخامس في كدبعر. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية الشاب شويت والداي أن الهدف هو رفع وعي الشباب العمال وتعزيز تأطرهم بهدف تقوية مساهمتهم في التنمية. من جانبه أوضح مسؤول التعليم الأستاذ مريح كيروس أهمية التنظيم داعيا لتقوية الجهود بهدف تطوير قدرات الشباب. وانتخب المؤتمر هيئة إدارية جديدة. قدمت الدعوة في اللقاءات المنتظمة خلال الفترة من 21 وحتى 23 من فبراير في مديريات أسماط وملبسة وحلحلة للدفع بقوة بهدف تحسين الحياة المعيشية للمحاربين المعاقين بتأمين تأطرهم. وذكر مسؤول الجمعية الوطنية للمحاربين المعاقين القدامى في الإقليم السيد شمولي والدقرقيس افتتاح مؤسسات في مختلف المناطق بهدف تمكين المحاربين المعاقين، داعيا المعاقين للتأطر من أجل الاستفادة من هذه الفرص. وأوضح أن المعاقين الذين فتحوا الأفران ومؤسسات أخرى مجتمعين في مجامع مسبقا استطاعوا تحسين حياتهم المعيشية نتيجة للقيام بأعمال جادة، مشيرا إلى أهمية العمل الجماعي داعيا في الوقت ذاته الإدارة والجهات المعنية لتعزيز التعاون. وطرح المشاركون العمل بهدف تأطير المحاربين المعاقين في المديريات وإيلاء الاهتمام للذين لم يحصلوا على فرص القرض، وكذلك على الجمعية للقيام بأعمال فعالة للتعرف على المشاكل الناجمة عن تقدم السن. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لنتابع الأخبار على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. التقى الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل مع أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف الذي يزور العاصمة الكوبية هافانا. وأعلن المكتب الصحفي لمجلس الأمن القومي الروسي في بيان أنه تم خلال اللقاء بحث مسائل التعاون بين البلدين في المجال الأمني، كما جرى بحث مسائل التعاون العملي بين الجانبين أيضا في مجالات الاقتصاد والثقافة. وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا على التحالف الوثيق بينهما والسعي لتطوير تعاون فعال متعدد الأوجه والتمسك بنهج تعميق العلاقات الروسية الكوبية. وفي لقاء مع الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو شدد باتروشيف على العمل الجيد. أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية عزمهما بدء تدريباتهما العسكرية السنوية الموسعة الأسبوع المقبل ردا على التهديدات النووية من كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكوريا الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قولها أن التدريبات السنوية فريدوم شيلد من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى يوم 14 من مارس المقبل لتنفيذ تمرين مركز القيادة القائم على المحاكاة الحاسوبية والتدريب الميداني والمناورات الأخرى. بدوره قال المتحدث باسم الجيش الأمريكي إسحاق إل تايلور إن تدريبات الحلفاء دفاعية بطبيعتها، وهناك أدلة قوية على أن مستوى الاستعداد العالي يساعد على ضمان الردع. أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية حالة الكارثة في 60 مقاطعة بالولاية مع انتشار حرائق الغابات المدمرة بسرعة بما يهدد مناطق شمال تكساس المأهولة بالسكان. وقال حاكم الولاية غريغ أبوت إن إعلان حالة الكارثة في 60 مقاطعة يأتي لضمان نشر موارد الاستجابة للحرائق الحرجة بسرعة في المناطق المتأثرة بها والتي يجب إخلاؤها في حين ما يزال رجال الإطفاء يكافحون لإخماد الحرائق. وأتلفت حرائق الغابات المنتشرة بسرعة أكثر من 780 كيلومترا مربعا من الأراضي في غضون 24 ساعة وفقا لتقارير إعلامية، كما أدت إلى إصدار أوامر إخلاء في بلدات صغيرة وإغلاق الطرق السريعة ومنشأة بانتكس النووية حتى إشعار آخر، حيث أدت الرياح القوية والعشب الجاف ودرجات الحرارة الدافئة غير المعتادة إلى تأجيج الحريق في منطقة بنهاندل الريفية بالولاية. الخبر الأخير في هذه النشرة: انطلقت فعاليات المعرض العالمي للأجهزة الجوالة في مدينة برشلونة الإسبانية الذي ينعقد من 26 وحتى 29 من فبراير الحالي، والذي تستعرض فيه كبرى الشركات أبرز المنتجات التقنية المتعلقة بقطاع الأجهزة المحمولة التي سيتم إطلاقها خلال العام الحالي. وفي أبرز النزاعات التقنية والمنتجات التي تم الكشف عنها كان من الملاحظ التركيز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهواتف الجوالة والكمبيوترات المحمولة وغيرها من الأجهزة المختلفة. وبالنسبة للأجهزة الجديدة كشفت شركة HMD عن تطويرها لهاتف قابل للطي من طراز باربي فليب الذي سيتم إطلاقه خلال الصيف المقبل، والذي يتسم بالأناقة ويقدم تصميما متقاربا مع سلسلة الألعاب باربي والفيلم الجديد لها. ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. إدارة إقليم القشبركة تبحث برامج عام 2024. شركة أسبيك والإنشاءات تقوم بإصلاح طريق أسمر مصوع. مديرية فرو تشهد تطورا ملموسا في الخدمات التعليمية. الرئيس الكوبي يلتقي مع أمين مجلس الأمن القومي الروسي. بدأت التدريبات العسكرية الموسعة بين كوريا الجنوبية وأمريكا. وتكساس تعلن حالة الكارثة وسط انتشار حرائق الغابات. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.